تخيل معايا كده صورة نشرتها من 10 سنين ترجع تشوفها النهاردة، او تعليق كتبته وانت متعصب يفضل موجود بعد ما تنساه انت شخصيا. احنا بنتعامل مع الانترنت كأنه لحظة او بوست او صورة او تعليق او فيديو ونقول عادي، مين هيفتكره؟ لكن الحقيقة مختلفة تماما. الانترنت عنده ذاكرة اقوى من اي انسان. كل يوم ملايين الصور والفيديوهات والرسائل بتتنشر، وجزء كبير منها بيتحفظ ويتنسخ ويتشارك، واحيانا يفضل موجود بعد ما صاحبه يمسحه. قولي كده كام مرة شخص نزل منشور من سنين وبعدين اضطر يبرره بعد ما بقى مشهور؟ وكم موظف خسر فرصة عمل بسبب منشورات قديمة؟ وكم شخص اكتشف ان صورة نشرها من سنين لسه موجودة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الآن؟ المشكلة اننا بنفكر بعقلية الحاضر، انما الانترنت بيشتغل بعقلية الارشيف. كل ما تنشر حاجة اسأل نفسك سؤال بسيط: هل هكون مرتاح لو حد شاف الكلام ده بعد 5 سنين او بعد 10 سنين؟ هل هكون مرتاح لو مدير شغلي شافها او عميل او حتى اولادي؟ في عالم التكنولوجيا في حاجة اسمها البصمة الرقمية، وهي ببساطة الاثر اللي بتسيبه وراك على الانترنت في كل منشور وكل تعليق وكل صورة او كل اعجاب. ومع الوقت البصمة دي بتتحول لقصة كاملة عنك. عشان كده فكر قبل ما تنشر، وفكر قبل ما تعلق، وفكر قبل ما تشارك، لان المشكلة مش في ان الانترنت بيحتفظ بالمعلومات، المشكلة اننا احيانا بننشر حاجات ونتمنى بعد كده انها تختفي. في النهاية ممكن تنسى اللي كتبته وممكن الناس تنساه، لكن الانترنت غالبا ما بينساش. كنت معكم الصحفي اشرف محمد، هستنى اراكم في التعليقات، وما تنسوش تشاركوا الفيديو عشان غيركم يستفيد، واستنونا في فيديو جديد.